جولة الأتوبيس السياحي كورنيش اسكندرية كده. زي ما انتم شايفين أنا جايب الطريق، وهو الأتوبيس ماشي كده على البحر أهو، على الكورنيش ماشي على الشواطئ. قلت أوريهولكوا بردك وإحنا ماشيين. ده الأتوبيس السياحي ده بيبقى دورين، الدور الأولاني أتوبيس عادي، لكن الدور الفوقاني مفتوح ومكشوف كل اللي بيركبوا. احنا كده في منطقة بير مسعود، لكن هو بيبتدي من المنتزه لغاية بحري في الأنفوش. كده على يميننا البحر والشواطئ، هنمشي شاطئ شاطئ، كل مسافة فيها شاطئ. في شواطئ مميزة، في شواطئ متوسطة، في شواطئ يعني للمنطقة الشعبية. هنشوف كده المناظر الجميلة. أولا هو زحمة جدا، احنا في 22/7 ماشي. بصين الشماسي قد ايه. دي منطقة يعتبر داخلين على منطقة سيدي بشر وميامي بردك، بس كل شاطئ هنا ليه لحظة مميزة جدا في الأسعار والتكلفة بتاعة الفرد. بصوا تحت هنا زحمة موت، يعني الصين الشعبية بالنسبة لإيه للناس دي. موسم شديد جدا والجو حر قوي، فطبعا الناس كلها جاية تصيف في اسكندرية. شايفين كل اللي تحت ده يا جماعة شماسي، تحتيه ناس كتيرة قوي. الوقت ده كان حوالي الساعة 1 الظهر أو 2 الظهر. فدي البروجولات الناس بتقعد عليه تحتيها، يعني زي ما بتقولي بتحميهم من الشمس شوية. بالليل بتبقى جميلة جدا، منظر البحر روعة اهو. ودي مداخل الشواطئ الشعبية. يعني المنطقة دي يعتبر منطقة شعبية كلها. زي ما انتم شايفين كده، مكان روعة. طبعا المنظر من فوق بيبقى مختلف خالص عن الواحد اللي بيمشي تحته او بيبقى راكب اتوبيس من تحت. منظر من فوق طبعا الاتوبيس مكشوف، فاحنا بنشوف كده الجمال بتاعه، جمال البحر والشواطئ والطريق نفسه. كل شاطئ اهو مميز مكتوب باسم. حاجة روعة جدا. الشمس ساطعة جدا في المية، نسبة الرطوبة عالية يا جماعة في الموسم ده أو في الوقت ده. يعني إحساس جميل جدا محدش يقدره إلا اللي راكب الأتوبيس نفسه. ساعات بيقف بيركب ناس، ساعات في إشارات فعشان كده بيقف شوية. ميزة الأتوبيس ده يا جماعة مشغل الموسيقى وأغاني جميلة جدا من كافة أنواع المطربين والمطربات اللي بتغني. زي ما انتم شايفين كده. الموسيقى دي بتبقى انا شلتها عشان في حق طبع ونشر، طبعا مش هعرف اتكلم، مش هعرف ايه الفيديو يبقى فيه ليونة في الحركة. ادي الشماسي يا جماعة. الاغاني دي والمطربين بيبقى منهم انغام، محمد حماقي، تامر حسني، عمرو دياب، ام كلثوم ساعات، الناس المشهورين القديم والجديد. وطبعا تبقى حاجة رائعة يعني.
نتمنى كل الناس اللي تيجي اسكندرية تجرب الأتوبيس أبو دورين اللي هو المكشوف. وقف هنا تاني. دي كازينوهات يا جماعة جميلة جدا، بتاع كازينو هيلتون زي ما انتم شايفين اهو، أماكن مميزة جدا. أنا مصور نفسي برضك بوريكم الأجواء اللي ورايا. أدي الأتوبيس يا جماعة، والناس اللي فيه كلهم قاعدين مبسوطين وسعداء جدا بالمنظر اهو. قلت اوريها لكم كل الناس اللي ورانا. في اماكن فاضيه كتير للظهريه، انما بالليل صعب، بالليل صعب جدا. يا ريت يا جماعه اللي مش يشترك ودوسوا لايك فضلا وليس امرا. ان شاء الله نجيب لكم فيديو في منطقه تانية في اسكندريه، الاماكن اللي احنا بنروحها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.